خلينا نروح لمباراة النصر والشباب والجمهور النصراوي، لأن تكلمت عن الجمهور وجمالية الصورة والإتقان في تطبيق الصورة. مهما تكلمت ما راح أوفي جمهور النصر في اللي صار في ملعب مباراة أمس وفي المدرجات، ما راح أوفيهم حقهم بصراحة وبكل أمانة. في أفضل من هو يتكلم في هذا الموضوع مني أنا تحديدا. ينضم لي الآن الأستاذ تركي عبد الرحمن رئيس مجلس الجمهور النصراوي. حياك الله يا تركي. حياك الله أستاذي، مساء الخير. مساء النور تركي. أهنيك وأهني كل الجمهور النصراوي اللي كان معك أمس. إذا بتهنيني هنيني بشغلة واحدة. تفضل. هنيني بأنه أنا أعمل ومجلس الجمهور وأعضاء المجلس يعملون وهم واثقين أن عندهم أمة وجمهور عظيم مثل جمهور النصر، هم اللي أنجحوا هذا العمل. صحيح. إدارة النادي تعمل وتعرف أن وراها جمهور عظيم، الأستاذ حمد مبارك يدعم ويعرف أن ورانا جمهور عظيم. إحنا في المجلس أنا والشباب الأبطال اللي معي نعمل نعرف أن ورانا جمهور عظيم أصبح يسابقنا للمدرج عشان ينجح العمل. صحيح. تركي، يمكن أنت ولد المدرجات على قولتهم وتعرف يعني الحضور وكيفية الحضور والتنسيق في مثل هذه الأمور. المعاناة في الملاعب السعودية في وقت مبكر الحضور يحضر والجماهير تحضر وتعب، لكن نشوف الآن وقت مبكر يحضرون جمهور النصر لكن في فائدة. متى تجون؟ كيف التنسيق؟ يلا تعطي النبذة للمستمعين. والله شوف الله يحفظك، بالنسبة للحضور احنا عادة نحضر بدري يعني تعتمد طبعا على قوة المباراة ووقتها وتاريخ المباراة. في فرق لما احضر في ويك اند او احضر في منتصف الاسبوع ودوامات او يوم جمعة. فبس في الغالب نحضر يعني من الظهر الصباح امر زي كذا. اما بالنسبة للتنسيق بين الجمهور طبعا قنوات التواصل الاجتماعي، الانترنت، المنتديات، الجوالات، يعني كل هذه أمور تسهل علينا التواصل مع الجمهور، ويمكن نقول جمهور العالمي يعني ما نتعب في التواصل معهم. طيب تركي، أنت ذكرت طبعا حمد مبارك قبل شوي ومعروف الرجل بهذا الدعم، لكن تكلم مجلس الجمهور والتنسيق في مثل هذه الأمور، وأنت تعرف يعني الشالات، الأعلام، الطريقة، يعني هذه تحتاج دعم أيضا. في عمل من بعض الجماهير عمل تطوعي ولا الكل يعني يأخذ مقابل؟ أنت تقصد جماهير يعني لا من مجلس الجمهور وحتى تدريبكم للجمهور في كيفية خروج هذه اللوحة الفنية؟ والله شوف، جمهور النصر جمهور ذواق وجمهور متعود، يعني تركي وفهد ومبارك وباقي الأعضاء مع أسماء ما جو فجأة وخلقوا شيء جديد. عرفت كيف؟ في أرضية جيدة، في جمهور متابع متحمس يعشق النصر، هذه سهلت علينا أمور كثيرة. طبعا تسألني عن دعم، نعم نحتاج دعم. الأستاذ حمد مبارك ما قصر معنا، جاء ووقف معنا ودعمنا. اتحد المال مع الفكر. إدارة النادي دعمتنا برئاسة صاحب سمو الملك الأمير فيصل بن تركي، وقفوا معنا سهلوا لنا عقبات. كل هذه الأمور الله يحفظك اتحدت مع بعض، أظهرت مدرج الحمد لله الكل يتحدث عنه، والقادم أفضل بإذن الله. تركي، طبعا أنا مستمتع بالحديث معك يعني عادي، خذ راحتك. بالنسبة للصورة أنا كثير كنت أقرأ فيها طبعا سواء عندنا في السعودية أو برا في طريقة تطبيق، يعني كانت الصورة المرسومة على المدرج تكون بشكل أفقي أو غيرها، بس نشوف يعني شعار النصر يعني والطريقة اللي تم تطبيقها بصراحة شيء مميز. يعني تعبتوا، أخذت وقت طويل يعني تخرج بهذا الشكل؟ أكيد الله يحفظك، ما يجي شيء إلا من تعب. هي فيها تعب، فيها عمل، فيها فكرة، فيها بروفات. اللي أقصد يا تركي يعني أي في مغامرة، بس أكثر شيء تعبكم في تطبيق هذا هو أكثر شيء تعبنا زي ما ذكرت لك عامل الوقت. عرفت كيف؟ والفكرة فقط. عرفت كيف؟ لكن التنفيذ حتى لو تعبنا صدقني كل اللي يعملون في المجلس وحتى اللي يتعاونون معنا كمتطوعين من الجمهور نشعر بمتعة غير طبيعية. عددكم الآن اللي موجودين يا تركي في المجلس يعني بشكل كامل اللي موجودين، حتى أنتم يعني قائمين على الفكرة وفي أصلها وتدريب حتى الجمهور الحاضر، كم عددكم؟ وتقريبا من 13 إلى 17 عضو انضموا معنا 3 جدد، وإن شاء الله احنا نسعى لزيادة العدد. طبعا هي العملية تدريجية،
أساس يتطور العمل. لكن في كثير من الجمهور يجي والله مشكور ويتطوع معانا ويخدم ويساعد، ونستفيد من أفكار بعض الجماهير. يعني زي ما ذكرت لك جمهور ذواق، كثير من الجماهير يرسلوا لنا أفكار احنا نجدولها ونجهزها عندنا ونجدول عملنا المباريات القادمة. يعني مثلا تيفو البارحة الخريطة كان جاهز معنا من شهر ونص، بس كنا نحتري انه نبني أرضية جيدة، يبدأ الجمهور يستوعب الفكرة، يبدأ يتعاون معنا. صرنا الآن ما نتعب نقول للجمهور ترفع في الوقت الفلاني بالطريقة الفلانية، صاروا هم يثقفون بعض مع بعض. يعني لكم فترة شغالين عليها؟ ايه الحمد لله، ايه نعم، ومجدولين حتى القادم بإذن الله. طيب وش الفكرة حق مباراة النهائي ولا حصري؟ لا خلها في وقتها عاد، هذه ديربي هذه خلاص. اي بس توي بسألك تركي وشون بتسوون عاد الآن بالنص الملعب بينكم في المدرجات؟ لو حطوا لنا مدرج واحد حنسوي. سبق سوينا قبل 2 أو 3 خلف الباب، يعني تطرقوا لمواقع عالمية في الفيسبوك، صفحات عالمية، انه هذه من التيفوهات الحقيقية اللي وجدناها لأول مرة في السعودية. يعني عملنا ما بدأ من اليوم، من 2 أو 3، بس 2 3 هذه فادتنا كخبرة، تعلمنا من أخطائنا، طلعنا عرفنا الأفكار، بعدها عملنا ووصلنا لهذه المرحلة. ولسه احنا ترى في البداية، لسه ما قدمنا إلا 10%، وجمهور العالم يستحق منا أكثر من ذلك بكثير، لكن الجاي أحلى بإذن الله. بالتوفيق لكم، عملكم مميز جدا وفخورين فيكم تركي. واحنا فخورين ان احنا سعوديين ونعمل على تطوير الرياضه السعوديه، وفخورين بالجمهور العالمي. وانا سعيد جدا اني كنت معك في اللقاء. الله يحفظك. يعطيك العافيه تركي، شكرا لك. كان معنا رئيس مجلس الجمهور النصراوي تركي عبد الرحمن. في معنا اتصال ولا خلينا نطلع الفاصل؟ نرجع مره ثانيه.